فاتن خليل فايد، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شعراء مصر الحرة. كان مساهمتك بأي نوع من الشعر؟ هل برضو كان عمودي ولا العام؟ لا، أنا أكتب القصيدة النثرية باللغة العربية الفصحى. يعني شاركت بقصيدة النهاردة اسمها في لجة الوهم. اسمها ايه يا فندم؟ وفي لجة الوهم، اه. لكني لا أحفظها. يعني أنا ممكن أقول تراتيل الهوى. اوكي. تراتيل الهوى بعد حزن طال ووجع لا يقال، أعلنت النبضات عصيانها ومسؤوليتها عن هذا الجنون. مسها العشق فغنت الأهداب لحن الخلود، فصلت بعضي عن بعضي خريف حزني. استنشقت مسماتي أنفاسك بيقين، فنبتت بتلات من شوق وحنين. يا أنت طفلتك المدللة تشتهي السكرى، فهتق لها من حرفك المسكر. كفف دمع الظنون، عل السكون يجزو في مقلتي لبعض حين. فأنا فأنا التي تنسكت في محراب عينيك، وكشفت لك وشاح العشق حينما رتل الهوى وروى حكايات الجوى. رافقني الحلم السلسبيل، ماج بداخلي، وعانق محياك المتفتق زنابق بهجة. بقارة الفجر تطرد وأساوس الهجر، لنرتجف شوقا إلى اللقاء، لنغادر الصحوة إلى غفوة الروح. حبيبي، يتدلى قمر على جبينك، تنجلي العتمة ويتسرب نورك إلى فياف العمر. أنتزع شهقة الفرح من قلب القدر، أكتفي بك وليد ضوء وجامعا لفصول الأرض.